مرحبا واهلا وسهلا بكم ومتابعينا الكرام في قناة تيكي تاكا سبورت. في هذا الفيديو الذي فيه سنستعرض لكم تشكيلة الهلال امام الشرطة في دوري ابطال اسيا للنخبة الجولة الثانية، وما هم اهم الاسماء الذين سيغيبون عن المباراة، وايضا هل الاسماء المصابة واللاعبين المصابين الذين اصيبوا في المباراة القادمة بامكانهم ان يشاركوا امام نادي الشرطة العراقي، وأيضا ما هو موقف مشاركة اللاعب نيفيز الذي كان قد أصيب مؤخرا. كل هذه التفاصيل وأكثر سنتحدث فيها في هذا الفيديو، وأيضا سنستعرض لكم تشكيلة الهلال المحتملة للمباراة. وقبل البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل التسليم، وفضلا ادعمونا بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا الإشعارات لتواصلوا بكل جديد. كان يطلع لكم المقدمة فإن نبدأ. الهلال يواجه الشرطة على ملعبه وبين جماهيره يوم الثلاثاء 2024 شهر 10 يوم 1، وذلك عند 9 مساء بتوقيت مكة. طبعا المباراة مدرب الهلال جيسوس سيدخل في التشكيل التالي، وقد يغيب رسميا عن المباراة اللاعب علي البليهي وحسان تومباكتي. هؤلاء هم قلبي الدفاع المهمين والذين سيكونوا مؤثرين في المباراة، وذلك بعد إصابتهم في اللقاء الماضي الذي جمع الهلال مع الهلول، حيث كان قد أصيب علي البليهي وقام جيسوس بإدخال تومباكتي وأصيب أيضا بنفس المباراة وبعد دخوله كبديل، لكي بعد ذلك مقرر أن يغيبوا عن المباراة، وسيعوض عنهم المدرب جيسوس بالتشكيل التالي أو في الدفاع التالي. سيلعب بالحارس بونو كالعادة، وبقلبي الدفاع سيلعب كوليبالي، وأيضا اللاعب اللاعب متعب الحربي، أو قد ربما أن يشارك اللاعب حمد اليامي كأساسي، يعني أن قلوب الدفاع سيكون كوليبالي بجانب حمد اليامي. وأما في الأظهرة فسيلعب رينان لودي واللاعب جواو كانسيلو. في المحور الملعب في متوسط الميدان نيفيز قد ربما لم يعد إلى الآن وهو مصاب، وإن عاد سيكون على الدكة، وأتوقع أن المدرب سيلعب بسافيتش كمحور الارتكاز، بجانبه سيكون اللاعب ناصر الدوسري، وأمامهم سيكون ماركوس ليوناردو. أما في اليمين الجناح الأيمن سيكون اللاعب مالكوم، والجناح الأيسر سيكون سالم الدوسري، وفي رأس الحربة اللاعب الصربي متروفيتش. هذه التشكيلة المحتملة والمتوقعة بنسبة 90% للمباراة، وإن كان هنالك تغييرات سيكون قلبي الدفاع، أي أن حمد اليامي سيكون هنالك لاعب آخر بديلا له، واللاعب ناصر الدوسري قد ربما يبدأ بالحمدان أو بمحمد كنو. أما التشكيلة المحتملة بنسبة 99% هي التشكيلة التالية التي عرضناها لكم قبل قليل. أتمنى تشاركونا آراءكم في التعليقات. وأما الأسماء المصابة أو التي ستغيب، أتوقع روبن نيفيز، وأيضا رسميا اللاعب علي البلي وتومباكتي. وصلنا النهاية، نتمنى التوفيق للزعيم إن شاء الله، ودمتم برعاية الله وحفظه.